والسلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة ديال تخلايطة. شوف، بلا ما نبقى نطولوا في الهضرة، غنبداو نيشان في أول فيديو. مشاهدينا الكرام، بعد ما فزتم معنا بآيفونات 17 اليوم راح أقدم لصديقي رشيد هدية ثمينة راح تساعده على فك العزلة هنا بجبال الأطلس، فانتظروا المفاجأة. واليوم مشاهدينا الكرام معنا رشيد، جاء وقت الحسم وإعطائه الهدية الثمينة. شو متوقع يا رشيد أن نعطيك كهدية؟ احلى متابعين واحلى متابعات، ما تنساوش ديروا متابعه. جا عندي خليل. شو متوقع يا رشيد أعطيك كهدية بفضل الضيافة التي حظيت بها عندك هنا بالمغرب؟ شو متوقع؟ ايفون 18. يا رشيد مالك مبوخ يا رشيد؟ الايفون 18 ما خرجش، ما زال ما خرجش. ايش نتربح الناس في هذاك في المسابقة. ايفون 17 هو اللي خرج، اخر ايفون خرج هو ايفون 17. الان غمض عينيك يا رشيد، راح اعطيك هديه راضيه. احلى متابعين واحلى متابعات، بقاو معنا. متحمس كثيرا. والان الهديه الكبرى، افتح عينيك يا رشيد. أوه. ما رايك؟ شكرا لك يا خالد، مفاجأة جميلة خالد. كان يوجد لي غادي به للصحراء، جبت لي يا خالد. والله هذا كان جميل. هذه شاحنة جديدة يا خالد، مش الشاحنة التي ذهب بها جدك إلى الصحراء في المسيرة الخضراء. هذه هدية لك، ستفك العزلة بها في هذه الثلوج. أحلى متابعين وأحلى متابعات. خالد جاب لي الكادو. مرحبا. أنا قناة زوية خربوشة، راه جبتها معايا. هي تاكل شوية الشعير. خربوشة. يا خالد، يا رشيد لدي سؤال، شو هذا الحذاء؟ هذا حذاء جدتي، الذي كانت تشرز به. إن جدتي جميلة، ما عمري وريت لك جدتي. لا. وريت لك عمي سعيد. نعم، عمي سعيد رجل التوقعات. رجل التوقعات يعني. جدتي هي التي كانت غدا للصحراء، وتفكرت عندما وريتني هذا الكاميوك هذا، تفكرت جدتي. ماشي جدتي ليس جميلة. مشكلا يا رشيد. الآن قلت أن لديك بعض المأكولات لنأكلها هنا. واخا. أحضر المأكولات يا رشيد. الله خوتينا رشيد وخالد. بعد اخونا اللي مثل بلاصة رشيد، والله الا ناضي كاين. هذا كيدير الحركات اللي كيدير رشيد بنفس الطريقة باش كيهضر. قال له احلى متابعين ومتابعات خربوشة. والله الا تبارك الله عليه. بغينا البارت الثانية كنتسناوها، مني تحط راه غندوزوها حتى هي في شي فيديو جاي ان شاء الله. نمشيو للفيديو دابا الثاني. بعد ما مصر رفضت تنظيم بطولة أفريقيا 2028 وقالوا إن إحنا مش قادرين ننظم، ما عندناش ملاعب في الوقت ده إن إحنا ننظم بطولة أفريقيا 2028 وسيبونا ل 2032 أو 2036. المسؤولين داخل الكاف الأفريقي كل يوم بيتكلموا مع المغرب: يا مغاربة انقذونا، يا شعب المغرب أو يا مسؤولين المغرب انقذونا، عايزين ننظم بطولة أفريقيا 2028 في المملكة المغربية الشريفة. والله العظيم أنا مستمتع باللي بيعمله المغرب مع الكاف الأفريقي. عارف ليه؟ عشان بيعلمهم الأدب، علشان بيعلمهم الأدب. المغرب اللي ألغى بطولة تنظيم أو اللي ألغى تنظيم كأس أفريقيا للسيدات، واللي مش راضي إنه ينظم بطولة أفريقيا 2028، واللي الكاف دلوقتي في ورطة كبيرة، في ورطة كبيرة جدا جدا جدا. مش قدامه مفيش دولة عايزة تنظم البطولة، مفيش دولة فيها ملاعب مؤهلة ان هم ينظموا بطولة 2028، والكاف الافريقي عايز ينظمها في المغرب بأي طريقة وبأي وسيلة. لما انت عايز تنظمها في المغرب، ظلمت المغرب ليه؟ ما هو المغرب هو اللي بينقذك دايما، المغرب هو اللي بيعلي من شأنك أمام العالم كله، المغرب هو اللي بيعمل لك قيمة وبيعمل لكل الدول الأفريقية قيمة أمام العالم كله. بتظلموا المغرب ليه؟ قول لي كده. المغرب اللي نظم لك بطولة في تاريخ بطولات أفريقيا بالكامل، مفيش بطولة ممكن نحطها جنب البطولة الأفريقية. هادو الا ضربوهم حمار الليل وحق الله. شنو دايرين معانا العقوبات اللي حاطين على المنتخب ديالنا في هذا الفينال، واخا حنا ما دايرين والو، ودابا قال لك نستنجدوا بالمغرب.
بغينا المغرب ينظم كأس أفريقيا 2028. علاش؟ حيت هادي كتكون نسخة استثنائية، باش من موراها يولي يتلعب كل 4 سنين، فهمتي؟ أما هو راه غيتلعب، كان خاصو يتلعب في 2027، 2029، 2031، ولكن لا، يتلعب في 2027 وغيتلعب في العام اللي موراه 2028. علاش؟ حيت النسخة استثنائية، باش يبدا من موراها 4 سنين، باش يزاقلوه مع كأس العالم سميتو بعامين. المهم ما علينا، حنا ما بغيناش ننظموا داك الكأس. شو تبارك الله تحت الدروج عند الكفار كي داير اصلاح وسط الدار. شوف هذا الاصلاح بادي من وسط الدار، اللوز تدوز من حداه تشوفو تتعجق يا طريح، فهمتي؟ تعشقي دير شي حاجه تلبس فيه صباطك ولا شي حاجه، بو يمشي بلاصه زوينه. تحت الدروج عندنا حنا يا اما تلقى فيه طواليط تدخل لها كاس، تتحيد كاس، تخرج كاس، حيت لو وقفتي طلع للدوزيام، ولا تتلقى شي حاجه شكو داركم بانه ما يحتاجوها فاش يخرج المسيح الدجال، حيت مستحيل يحتاجوها في هذه الحياه اللي هما غاديين فيها نهائيا. تتلقى شي رويضه ديال شي موتور تاع باك باعو في شي 2005، تتلقى خنشه الفارو والديك اللي عارفين اش فيها، وخنشه اخرى عامره بالخناشي والزليج مهرس، بنيتو ساليتو زلجتو والزليج مهرس ومفرتت باقي محافظين عليه، ودوك العصيات ديال الكراطه تاعهما مشتتين باقيين مخشيين تماك، ودوك البوجيات ديال الموتور، دوك الصنادق ديال الخضرات الخشب تتلقى سبرديلات ما تيتلبسوا ما تيتحيدوا ما تيتشموا ما حتى حاجه تقدر تصنع بهم النواوي، والقراعيط الخاوي ديال المناضه ويلا 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 اش تيديروا عندنا في الدار. وهذاك سميتو شي بوطه مصديه، بوطه مصديه ما يمكنش تخدم بها، باقا تما محطوطه. والله ما كرهت شي مظاهره سلميه حدا دوك تحت الدروج عندنا، شي مظاهره باش يتخوى في شي حوايج والله ما نافعين بشي حاجه بالله، ما تنديروا بهم والو. شي حد تيجي ويهضروا مع مي تظاهروا بحال هكا تتخويه وسيروا، فهمتوا؟ الله يرحم، حيت انا من بعدا عييت، انا عييت دويت عييت. نهار تيلقاو سراق الزيت في الدار ولا الطوبه ولا شي حاجه تقول لك جانا من عند الجيران، ما يمكنش يكون تنتج عندنا. حيت ما تيتنتجش بصراحه. الديناصورات اللي يتنتجوا بداك تحت الدروج ديال دابا يمكنش يتنتج يسرق الزيت ولا شي حاجه عاديه، يتنتجوا كائنات نادره بصراحه، عندهم الحق فاتي والله. والله الا بصح هضره كامله اللي قال معقوله. كتلقى شي حاجه محطوطه في داك تحت الدروج وما نافعه بتا حاجه، ماشي ما نافعكش غير انت، والسكان د الارض كلهم ما نافعهم ديك الحاجه اللي عندك انت تحت الدروج، ومخلينها سكور. علاش؟ الله اعلم. اودي الكفار دايرين القيمه حتى لتحت الدروج. المهم اخوتي هاد الايامات غادي مسركل في انستغرام كيطلع لي هاد الكونط تا واحد خونا شنو قال لهم؟ قال لهم نتقبوا الحيط في فرشيطه. هذا النهار الاول اللي غنحاول نتقب فيه الحيط بفرشيطه. اليوم باقي عندي فولوور واحد، اذا غندير ضربه وحده. نتلاقاو غدا. المهم النهار الاول كان عنده فولور واحد، هاد الضربه الاولى. اليوم النهار الخامس اللي غنحاول نتقب هاد الحيط بفرشيطه، واليوم غادي نضربوا 13000 ضربه في الحيط حيت وليتو 13000 متابع. اليوم جبت معايا عشيري باش يعاونني نتقبوا الحيط. ليتس جو. ديروا فولو خليونا نكملوا هاد الحيط. نتلاقاو غدا. واش شي قلت ما يدير شنو كدير؟ شوف الحيط كيردوها صاحبي، والله الا حشومه عليك. ناري وتشوف امك ناري وقفرتيها يا صاحبي، والله الا قفرتيها. المهم قبل ما نمشيو لشي فيديو اخر غنشوفوا لي كومونتير د هاد الفيديوهات اللي حاطه دخوله. قال له خونا ضرب مليح راني مخلص كونيكسيون. والله الا العفو. واو اليوم غتجري عليك ماماك. والله الا قلتها لك اصاحبي، قلتها لك. انا راه تشوفوا الوالده ديالك قفرتيها يا صاحبي. واحد ختنا ما مسالياش تبقى تفرج في الحلقات وتضيع في وقتها. قالت له خونا دير لنا حلقه اخيره. قال لها صافي غدا نجيب شنيور نلصق فيها فرشيطه. المهم فرشيطه هي باش غيتقب، شي حاجه اخرى ما يتقبش بيها. Tamamen kaynamış çay dolu bir mont yaptım. Şeffaf. Bakın içinde fokur diyor. Bu sefer işi biraz abarttım. İçindeki çay gerçekten sıcak. Sürekli kaynıyor. Baloncuklar dolaşıyor. Mis gibi çay geliyor. Şu güzelliğe bakın. Şurada da bir vanası var. Şimdi göstereyim. خونا هو كيطلع منه البخار صاحبي. والله الا بنات، والله الا هارب له. كنقول زعما حنا غير في المغرب اللي هارب، لا تبقاو هادو هارب له بطريقه مختلفه. المهم هاد الفيديو دارتو الجزيره من السماء، فهمتي؟ كتصور القصر الكبير بعد ما الناس خرجوهم من ديورهم وكذا. الله يكون مع دوك الناس. و حاجه وحده غنقول لهم هي سمعوا الهضره ديال السلطه. قال لكم خويو الديور راه ممكن طرا شي حاجه، خويو الديور كما كيقول الوقايه خير من العلاج. ما نتسناوش حتى طرا شي حاجه، خاصنا نوجدوا ليها قبل ما طرا.
انا في هولندا غادي ندخل بلجيكا، انا في بلجيكا. هولندا وهنا بلجيكا. هالارض بابا، هالارض عمي، تقرب للارض بابا طهرك نشقولك، بربي تنشقك، قال لك الارض بابا. وبربي تنشقك. والله الا دوالو فاهمين والعمام لا. المهم اخوتي، كان هذا اخر فيديو. ما تنساوش كي ديما خليو لنا لايك للفيديو، شي كومونتير باش نزيدو نديرو حلقات كتار، ابوني، فعلوا الجرس، تهلاو.